السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وبصحه جيده واحوالكم طيبه ان شاء الله. كي دايرين مع هاد الصاد؟ كلشي مزيان. بما ان الحراره طلعت جبت لكم هاد الكلاص هذا اللي كتشوفوه كيجي رائع جدا، لا في المذاق ولا في الشكل، صراحه الله كيجي غزال ولذيذ بزاف. راكم الا جربتوه ما غاديش يخطاكم، راه زوين 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 زوين. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، خليكم معايا. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. عندي هنايا كيف ما كتشوفوا، عندي الكريمه هنايا سائله، عندي 400 غرام. عندي هنايا واحد دانون طبيعي، يعني ياغورت طبيعي بلا سكر. انا عندي هنايا، وعندي نيسلي حليب محلى مركز، وعندي هنايا اوريو. كيف ما كتشوفوا عندي هاد الباكيه فيها 4 ديال الوحدات، 4 ديال الباكيات صغيورين. هادو هما اللي غادي نحتاج. غادي ناخذ دابا الاوريو باش غادي نطحنو. غادي نخوي هذاك القلب ديالو كيف ما كتشوفوا، داك الابيض، داك الكريمه اللي وسط منه كنديرها مع الكريمه السائله، والبسكوي كنطحنو هنايا. فكنخلي شي وحدين فيهم الكريمه، ما كنحيدش كلشي. كيف ما كتشوفوا غادي نطحنو ونرجع معكم. من بعد ما طحنتو هنايا، وداك القلب اللي قلت لكم درتوه هنايا مع الكريمه كيف ما كتشوفوا، ها هو مطحون بهذا الشكل هذا. يعني ما طحنتوش مزيان، خليت فيه واحد الحبيبات يعني كيتغزغز. المهم غندوزو ان شاء الله باش غادي نخدمو الكلاص ديالنا، اللي هو يعني بطريقه سهله جدا وبسيطه، ما صعيبش نهائيا، وكيجي لذيذ فوق ما كتخيلوا. كناخذ هنايا الياغورت ديالي الطبيعي اللي قلت لكم بدون سكر، والكريمه حتى هي بدون سكر. فانا عندي هنايا نيسلي يعني راه حلو، فما غاديش ندير السكر. بغيتو نتوما ديروا واحد شويه ديال السكر بودره ديروه، فانا ما بغيتش نحليه فوق من القياس باش ما يعني الحلاوه بزاف كتضر في الراس بعض الخطرات. فهنايا غادي ندير غير هذيك الكريمه اللي درت ديال الاوريو، مع راه هي حلوه، ونسلي حتى هو حلو، مع البسكوي حتى هو حلو. صافي ما غاديش نزيد نهائيا السكر. فلا بغيتو تزيدوا نتوما لكم الاختيار بطبيعه الحال. فكنخدم هنا الكريمه كيف ما كتشوفوا، كنبقى كنخدمها حتى ماشي حتى كتوقف بزاف، كيف ما كنكونوا غادي نصاوبوا بها بحال دابا غنزينوا بها الكيك اولا شي حاجه. فهنايا كنخدموها غير كتوقف لنا غير واحد شويه، يعني نتوما غادي تشوفوا القياس ديالها، يعني ماشي كتوقف 100%. فاش كنكونوا باغيين نصاوبوا بها هكايا الكيكه ولا شي حاجه، لا ما كنوصلوش لهذيك الدرجه نهائيا، فقط كنطلعوها واحد شويه كيف ما كتشوفوا معايا. كنبقى خدامه بهذا الشكل هذا حتى كنحصل على داك القوام اللي باغاه. من بعد عاد كنبدا نزيد في الحليب المحلى المركز. فبالنسبه للحليب المحلى ممكن انكم تستخدموا اللي الحليب اللي كتصاوبوه في الدار بحال نسلي منزلي، يعني تقدروا حتى هذاك تخدموا به، حتى هو كيجي غزال في هذا في ليكلاص، وكيطيح رخيص، يعني ما كيكونش غالي نهائيا، كيطيح بواحد يعني بشي حوايج بساطين كتصاوبي، يعني دغيا دغيا كتوجديه فقط. الحليب بودره كما كنت صاوبت معكم واحد الوصفه من قبل، حليب بودره مع واحد الكاس ديال الحليب بودره مع واحد شويه د الماء غليان والزبده، وكتخلطيهم تيعطيوك نيسلي. يعني وصفه سهله جدا كطحنيهم فقط. هنايا كيف ما كتشوفوا هي العجينه ديالي عفوا الكريمه ديالي بدات كتاخد هذاك الشكل اللي انا باغا. فقلت لكم انا ما غنطلعهاش بزاف، يعني ما غنخدمهاش اكثر من هكا، فقط هذا الشيء هذا. يعني ما كتوقفش كيف ما كنخدمها كنخدم بها الحلوى. هنا خليتها مازال خفيفه واحد شويه، وغادي نزيد عليها دابا نيسلي اللي غنخلطوا معاها ونخلطوه كما كتشوفوا هكايا بشويه بشويه، وحنا كنخويوه وكنخلطوا فيه، وكنزيدوا عليه داك البسكوي اللي طحناه من قبل ديال الاوريو. بالنسبه للاوريو ممكن انكم تعوضوه بشي بسكوي نتوما كتفضلوه،
اولا ما ديروهش، ديروا فقط لا عندكم شي مكسرات اولا حبيبات الشكلاط اولا اللي بغيتو، غير هو كيعطي صراحه واحد النكهه غزاله لهذا الكلاص هذا، تيجي فيه زوين بزاف بزاف بزاف. راكم ان شاء الله ملي غادي تجربوه غادي تعرفوا علاش تنهضر. فكيف ما كتشوفوا كنبقى كنخلط هنايا حتى كينسجم ليا الكريم مع نيسلي، عاد باش كنبدا نزيد عليه داك البسكوي اللي طحنت. كيف ما كتشوفوا انتم تبارك الله راه كاينه واحد الكميه يعني مزيانه. هكا الا جاكم شي ضيف بغيتو ديروا هذا الكلاص كتحليه فهو صراحه كيحمر الوجه وكيجي رائع، وتا الكميه حتى هي لا باس بها، يعني كتخرج واحد الكميه زوينه. فهكا كنبقى كنخلط كيف ما كتشوفوا. من بعد كديروه في شي قالب اولا ممكن انكم ما ديروهش في القالب، ديروه غير في شي تشوبينه وديروه في فريغو وديروه في كويسات اولا شي حاجه. انا ما غاديش نديرو في الكويسات، غادي نديرو غير غادي نديرو يعني مجموع كامل، غنديرو في البول وغنخليه حتى يكرم، ومن بعد غادي نخليه كما هو. ما غاديش نستعمل الكيسان اولا فاش كنقدموا لي كلاص وداكشي غادي نخليه يعني كله غنديرو مجموع كامل. كيف ما كتشوفوا هذا هو الخليط ديالنا من بعد ما خلطتوا، وكتحاولوا انكم تقلبوا من التحت للفوق باش ما يبقاش الكريم من التحت ابيض ومن الفوق اللي كاين البسكوي، باش تخلطوا كلشي مع بعضياته. فكناخذ فاش غادي نديرو انايا وغادي نخويه معكم. نتوما لكم الاختيار، تاخذوا شي اطار ديال الكيك ديال داك الليمول ديال السيليكون اللي عجبكم نتوما. فانا خديت هذه كيف ما كتشوفوا، خديت غير هذا الاناء هذا اللي عندي بهذا الشكل هذا، ودرت عليه البلاستيك الغذائي باش ما يعني منين تقلبوه دغيا كيتقلب معكم، كيجي ساهل. وفي نفس الوقت غادي نغطي به من الفوق بالبلاستيك، غنغطي حيتاش ما عنديش غطاء ديال هذا الاناء هذا، ما عنديش غطاء. فلا كان عندكم شي حاجه عندها غطاء فديروه مزيان. كيف ما كتشوفوا كنصاوب حتى من الجهه الاخرى باش يجيني البلاستيك الغذائي من هنا ومن هنايا يعني مقاد، وكنحاول انني نضغط عليه باش يهبط لي لتحت، ما يبقاش مبوق هكاك طالع ليا البلاستيك. باش ياخذ ليا الكلاص الشكل ديال هذا الاناء هذا كيف ما كتشوفوا. فكنبقى كنقاد فيه بهذا الشكل وكنحيد كنقطع صافي. ملي كنقادو مزيان كنخوي فيه الكلاص ديالنا، كنبقى نضغط عليه بهذا الشكل هذا حتى كيتقاد ليا مزيان صافي. وكنقاد الجنيبات، ودابا غادي نخوي فيه الكلاص كيف ما كتشوفوا. غادي نبدا كنخوي فيه كاع الكميه اللي عندي غادي نخويها. فكنخويه كامل. كاين اللي كيخوي وكيخلي واحد الكميه كيديرها في قوالب صغيره في ديكوريا اولا هذا كيديروها باش يزينوا من الفوق. فلا بغيتو ديروها حتى هي كتجي مزيانه. انا هنايا خويتو كامل، انا فقط غادي ندير تزيين غير بالاوريو نيت لان خدمت به. فكنحرك بهذا الشكل هذا ونبقى كنحاول نقادو باش يجيني مقاد ومتساوي مع بعضياته، ما تجينيش جهه هابطه جهه طالعه. كيف ما كتشوفوا غادي نقادو، من بعد غادي ندخلوه للكونجيلاتور اللي كنخليوه فيها اقل شيء كتخليوه واحد 6 ديال السوايع باش كيجمد لكم مزيان وكيكون ديك الساعات يعني واجد باش تستعملوه. لا بيتوه فكان افضل، يعني ديروه بحال دابا مثلا ليله قبل ولا غد لي عاد باش تاكلوه فكيكون مزيان. المهم حتى لا خليتوه 6 ديال السوايع كيكون مزيان، كيكون صافي راه وصل لذاك الحد اللي نتوما باغينو، كيجمد وكيكون قابل للاستهلاك ديك الساعات. فكنغطيه من الفوق كيف ما كتشوفوا مزيان صافي، وغادي ندخلو ان شاء الله الكونجيلاتور. من بعد نتلاقاو باش نشوفوه منين غادي يكرم يعني يجمد. نتلاقاو باش نشوفوه الشكل ديالو كيفاش كيجي.
وكيفاش غادي نزينو ان شاء الله. خليكم معايا من بعد ما يجمد ونتلاقاو. هنا من بعد ما خرجته من الكونجيلاتور كيف ما كتشوفوا راه جامد. خليته انايا هنا غير 6 ديال السوايع، ما خليتوش انه بات اولادي، فانا درته في الصباح وحيدته في العشيه. فغادي نديرو في صحن التقديم وغادي نزينو ونرجع معكم نشوفوا الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالي كيف ما كتشوفوا. هنا درت الجوانب كما كتشوفوا هنايا بداك البسكوي اللي طحنت، يعني خليت منه واحد شويه ودرته في الجوانب كيف ما كتشوفوا. زينته من الفوق بصوص ديال الشوكولا وبحبات ديال اوريو درتهم من الفوق. فكنقطع معكم هذا الطرف هذا باش تشوفوه كيفاش كيجي من الداخل. راه كيجي رائع في المذاق، تيقوني كيجي غزال ما تشبعوش منه نهائيا. فكيجي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، يعني ممتاز جدا 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 ولذيذ. فجربوه وردوا عليا الخبر وشوفوا واش لذيذ بصح ولا غير تنقول. ها نتوما كيجي روعه كيف ما كتشوفوا. ها نتوما كيجي من الداخل مع داك الصوص ديال الشوكولاته، هي كتجي كتواتى معاه وكتجي معاه زوينه كيف ما كتشوفوا. هذا هو لا فيديو اللي صورت معكم اليوم. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا ان شاء الله هذا الكلاص وتردوا عليا في التعاليق ان شاء الله. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء، واللي مازال ما اشتركش معنا مرحبا به يضغط على زر على ابوني وزر الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. شكرا لكم بزاف على المتابعه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم، خليت لكم الراحه.